لو عايز تتعلم المونتاج في 2025 ما تفوتش الفيديو ده. في 2025 المونتاج مش مجرد مهارة، ده سلاح، ولو مش هتتعلمه دلوقتي فاستنى حد تاني ياخد مكانك. انا هنا علشان اقول لك تبدا ازاي خطوه خطوه من غير ما تتوه. انا كنت زيك كده بالظبط، كل يوم اتفرج على الفيديوهات ورا فيديوهات ومش عارف انا رايح فين، بس مفيش ولا واحد فيهم قال لي ابدا من هنا. كلهم بيقولوا لك افتح البرنامج وابدا اتعلم، بس ولا واحد بيقول لك افتح دماغك قبل ما تتعلم البرنامج. النهارده هقول لك تبدا منين وتمشي ازاي وتتطور ازاي. الخطوه الاولى مش البرنامج خالص، الخطوه الاولى هي تفهم يعني ايه فيديو ناجح. وعلى فكره الفيديو الناجح مش لازم يكون سينمائي، يكفي بس ان يكون الفيديو فيه قيمه او فيه فاليو عايز تعلمه للناس او عايز تعرفه للناس او اي حاجه هتفيد الناس. وعلى فكره مش لازم يكون فيه اجمد ترانزيشن السنه ولا احسن ساوند افكت وحاجات بتشتت المشاهد مش بتفيده خالص. بس عارف فعلا ايه هو الفيديو الناجح؟ هو اللي يخلي المشاهد يكمل الفيديو للاخر بدون ما يحس. عشان كده اتفرج على فيديو قصير جدا واختار مشهد من فيديو بتحبه وحاول تقلد الفيديو ده، بس مش علشان تطلعه كوبي بيست ولكن علشان تفهم المبدأ من ورا عملك للفيديو. والصوت 50% من الفيديو حرفيا. لازم تتأكد ان الفيديو بتاعك الصوت فيه نظيف ومظبوط، ما فيهوش نويز ولا فيه اي شوائب. بعد كده ممكن تبدأ بكاب كات لو على الموبايل او على الديسكتوب دلوقتي او حتى لو معاك لابتوب. برنامج سهل وبسيط جدا مش هيعقدك في المونتاج، هتلاقي فيه افكتات جاهزة وحاجات جاهزة انك تستخدمها على طول بدون سابق خبرة شوية، او يعني مش زي باقي برامج المونتاج اللي بتحتاج ان انت تتعلم وتفهم حاجات كتيرة علشان تعرف تشتغل عليه. دافينشي ريزولف، ودافينشي ريزولف هو البرنامج الثاني. دافينشي ريزولف البرنامج الاقوى حرفيا في التلوين السينمائي، وحرفيا ده من احسن البرامج اللي تعتمد عليها في التلوين، وهو بيستخدم في استوديوهات هوليوود وبيتعمل بيه افلام حرفيا. والجدير بالذكر ان الشركه نفسها منزله نسخه مجانيه ونسخه بفلوس. النسخه المجانيه فيها 90% من النسخه البرو، ولكن المميز في البرنامج ده انك بتشتريه مره واحده بس في الحياه، مش زي برامج ادوبي مثلا بتدفع اشتراك كل شهر. اخر برنامج معانا هو ادوبي بريمير، وادوبي بريمير هو اختيار لكل الاعمار حرفيا. والبرنامج مش تقيل علشان تحتاج مثلا جهاز مونتاج قوي، هو كله على حسب انت هتستخدمه في ايه او مدى المؤثرات او الانتقالات او الترانزيشن او الحاجات اللي انت تشتغل عليها جوه البرنامج نفسه. وهل بتستخدم ادوبي افتر افكتس في ان انت تحرك مشاهد او تعمل روتوسكوب او تعمل شويه افكتات كده مش بتتعمل الا على الافتر افكت؟ هنا ممكن تحتاج جهاز قوي شويه، ولكن يظل برنامج كامل للمبتدئين والمحترفين. وكمان اختيار كويس لو عايز تتعلم برنامج واحد بس، مش عايز تخش على كل البرامج. لو عايز تجرب كل البرامج دي جربها، بس حاول انك ما تغرقش في الادوات دي وما تخليش هدفك انك تتعلم البرنامج وتبقى هاكر فيه. مش عايزين كده على فكره، وده مش هيفيدك في حاجه. لكن اتعلم ازاي تمنتج قصه وتوصل احساس ومشاعر من ورا الفيديو بتاعك. احنا في 2025 فانت اكيد عارف هوجة الذكاء الاصطناعي او الاي اي، فعلشان تسرع شويه من شغلك ممكن تستخدم شات جي بي تي علشان تكتب سكريبتات او انه يساعدك انك تلاقي معلومه معينه. وعلى فكره انا بستخدمه في كل حاجه حرفيا، يعني ممكن لو حاجه وقفت معايا في ادوبي افتر افكتس او في اي حاجه بكلم شات جي بي تي وبقول له المشكله وهو بيساعدني بشويه خطوات. في 2025 الذكاء الاصطناعي مش بيغني عنك ولكن بيوفر عليك وقت. لو عايز تعمل صور من تكست او انك تحرك صوره من خلال برومت بتكتبه، ممكن تستخدم برنامج رانوي. هو برنامج مدفوع ولكن ممكن تسجل فيه كده. هو بيدي على النسخه الفري او التسجيل الفري بدون ما تشترك في الخطه السنويه او الشهريه، بيديك حوالي 125 كريدت ممكن تجرب فيهم وتشوف البرنامج، ولو عجبك تشترك سنه او شهر زي ما انت عايز. برنامج قوي جدا وانا استخدمته كتير في انتاج مشاريع بالذكاء الاصطناعي واتعرضت على شاشات التلفزيون. بس نصيحه، اوعى تعتمد عليه بشكل كامل، هو سلاح مش عكاز. ولو عايز تبقى مونتير فعلا اعمل فيديو شخص ليك مش لشغل ولا لحد. مثلا احكي قصه من حياتك او صور مشاهد عشوائيه من يومك. حط حلال بيتس وحاول تحسسني ان انت كنت في مود معين. دي اول مره الجمهور يشوفك فيها، حاول تحسسه انك بتعمل حاجه مختلفه مش جاي كوبي بيست وبس او انك تنسخ او يبقى في استنساخ. الطريق بدأ والخطوه الجايه مهمه جدا. الطريق بدأ والخطوه الجايه جايه. يا ترى هتبدأ ولا هتستنى تتفرج على اللي بدأوا؟ بس انت هتبدأ ولا هتفضل تتفرج على اللي بدأوا؟